السلام عليكم احلى مشاهدين واحلى متابعين في الدنيا، رب تكونوا بالف خير وسعاده. شوفوا بقى يا اصدقائي، بقالي يومين بشوف كومنتات يعني بقى شتيمه فيا وتريقه واهانات وكلام صدمت لما سمعته. بصراحه ما اعرفش ليه يعني، من كتر الكلام صعوبته انا ما بقتش عارفه ارد يعني. برد عليكم في الكومنتات زي ما انتم عارفين وبحييكم وبرحب بيكم وكده، لكن الكومنتات دي بصراحه من صعوبه الكلام ما بقتش عارفه ارد، لاني هرد اقول ايه، خايفه اقول كلام ما يصحش ان انا اقوله يعني. فاضطريت ان انا ما اردش على الكومنتات خالص، بس حبيت اوضح حاجه صغيره، معلش سامحوني. كل الشتايم والهجوم ده كان علشان الفيديو بتاع اللي كان عنوانه خطة ممنهجة للإطاحة بالشوبير. الناس خدت العنوان ان انا كده بدافع عن كابتن شوبير وانا واخده بقى الموضوع يعني مين انا اللي ادافع عن كابتن شوبير يعني او غيره. يا جماعه، ده انا القناه بتاعتي نون وقد كده يعني، ونص المتابعين اللي في القناه زمايلي في الشغل واصدقائي واسرهم واصحابهم. يعني ما عنديش ناس كتير قوي كده عشان يعني اغير في الرأي العام او اخد اتجاه للرأي العام ناحية افكاري، او حتى اعمل او حتى حد يسمعني يعني. فانتوا خدتوا الموضوع على اعصابكم قوي. اولا انا ما دافعتش عن حد ولا دافعت عن كابتن شوبير او غيره، وقلت بالتحديد لو كان كابتن شوبير وكابتن ميدو يعرفوا الموضوع وعندهم معلومة عن المشاكل اللي كان فيها احمد رفعت الله يرحمه واتكلموا وقالوا الكلام ده عنه، يبقى هم مسؤولين عن دمه ويسألوا أمام الله عن دم الولد، وإن هم مشاركين في اللي حصل. غير كده مش عارفين، يبقى يعني لا يسألوا. وبس ده اللي أنا قلته، ما قلتش أكتر من إنه هم لو عارفين يبقى هم مسؤولين عن دم أحمد رفعت بالنص، مش عارفين دي حاجة تانية. ووجهت رسالة للأهلاوية خشية إن يكون في ترتيب بالإطاحة بالصوت الإعلامي الوحيد في الإعلام المصري، الصوت الأهلاوي الوحيد في الإعلام المصري هو شوبير. بس أكتر من كده ما قلتش ولا دافعت ولا قلت إن هو فيه أو عليه. ماليش أصلا إن أنا أتكلم في حاجة زي كده، ما بتكلمش عن حاجة مش واثقة منها. أنا قلت بس رأيي. يا جماعة ممكن يكون في طريق إن الإطاحة بكابتن شوبير لأنه هو الصوت الأهلاوي الوحيد في الإعلام المصري بس. بعيدا خالص عن موضوع احمد خالص. احمد الله يرحمه، قلت يا جماعه في حقوق واحد يقدر يجيبها بنفسه، وفي حقوق ربنا يسخر له حد يجيبها له، وفي حقوق ما يجيبهاش غير ربنا. حق احمد عند ربنا، وان شاء الله ربنا هيسخر له اللي يجيب له حقه، وحصل ده فعلا. وفي الفيديو اللي بعديه قلت ان بدات تندع باستقاله الدكتور وليد دعبس، وبعديها دلوقتي حصل ان احنا سمعنا ان ايقاف برنامج احمد شوبير. مش بدافع عن حد، رايي مش هيغير خالص في حاجه. قناتي صغيره جدا محدش شايفها. ثانيا مش هغير في الرأي العام يعني، ولا هعمل اتجاه خاص بيا في الرأي العام ب1000 متابع. ربنا يخليهم لي يعني. ويا جماعة اللي حابب يعني يتكلم اسمع الفيديو وافهمه. قدرت تستوعب وتقدر تفهم وجهة نظري، اهلا بيك. ما قدرتش عادي خالص، قول اللي انت عايزه، لان ده مخك واكيد انت مبسوط بدماغك وبتفكيرك، وانا مش هغير في خلقة ربنا. يعني ده مخك اللي ربنا اداهولك، وانا مش هغير في خلقة ربنا. ربنا خلق لك تفكيرك ودماغك على قد كده، فانت سعيد بيها. وبشكركم برضو على مروركم، وبشكركم على تهزيئكم، ميرسي جدا. وانتوا ناس محترمين يعني جدا. نفس العقلية دي ونفس التفكير ده هما اللي واخدين اتجاه ان هما يشجعوا بيراميدز بكرة امام الاهلي. عايزة اقول للناس انا ليه اصدقاء كتير زملكاوية، كتير كتير جدا. مفيش حد منهم بيفكر بنفس الدماغ دي، ولا حد موافق ان هم يروحوا يشجعوا بيراميدز، ولا حد كان موافق على انسحاب الزمالك من امام الاهلي في المباراه اللي انسحبوا فيها او اللي هم اعتذروا عنها. عايزه اقول ان الناس اللي واخده الاتجاه ده ان هي تروح تشجع بيراميدز بكره، ما اعتقدش ان ده جمهور الزمالك الحقيقي. انا مش بتكلم باسم جمهور نادي الزمالك خالص، لكن انا بقول وجهه نظري.
جمهور الزمالك الحقيقي ما يقدرش يلبس تيشيرت غير تيشيرت نادي الزمالك. جمهور الزمالك ما يقدرش يهتف باسم نادي تاني غير نادي الزمالك. ولكن خصوصا في مصر يعني ممكن يكون بعض من جماهير الزمالك كانوا بيشجعوا أندية تانية في أفريقيا، كانوا بيلعبوا ضد الأهلي، هما برضو قليلين. لكن أنت في مصر، في مصر بتشجع فرقة غير فرقتك، دي صعب قوي على قلب جمهور الزمالك وجمهور الأهلي. يعني أنا مثلا بتكلم عن نفسي، ماليش دعوة بأي حد، بتكلم عن نفسي بس. عمري في حياتي ما شجعت فرقة داخل مصر غير الأهلي. ممكن اشجع فرق تانية اوروبيه او كده تمام، لكن جوه مصر غير الاهلي صعب. ممكن كنت ساعات بشجع الزمالك بس بقلبي، يعني مش اللي هو ابقى يعني لو بيلعبوا في افريقيا مثلا في اي بطوله افريقيه، وبما انهم بيلعبوا باسم مصر فببقى سعيده ان هم يكسبوا. لكن اللي هو العادي يعني، مش اللي هو انا لا ببقى متحمسه والكلام ده، لا خالص. فخلونا نفكر بعقل شويه. هل المجموعه اللي هي ناويه تروح دي، او اللي بتحجز تذاكر، او التذاكر اللي هتروح لها لحد البيت دليفري دي، دول جمهور الزمالك الحقيقي؟ لا، سمعت كتير من جمهور الزمالك على السوشيال واصدقائي، لا مش احنا اللي نقدر نقعد في المدرجات ونشجع فرقه تانية غير فرقه الزمالك. صعب جدا الموضوع ده يحصل، بس ممكن يحصل عادي. الناس اللي هتروح ديت وهيشجعوا هيبقوا بأني وش مش عارفه هيبقى شكلهم عامل ازاي. سمعنا ناس اتصالات وناس بتتفق على التذاكر وبيقول لك لا انا هروح بصفتي جمهور بيراميدز، مش هنجيب سيره الزمالك خالص. يعني انت مكسوف، انت حاجه مكسوف منها هتعملها ازاي يعني وانت مكسوف؟ طيب انت عارف ان بيراميدز اصلا ملهاش جمهور، فمعروف ان انت لو رحت مش هيبقى جمهور بيراميدز، لان بيراميدز ملهاش جمهور لو انت مش واخد بالك يعني. نتمنى التوفيق للاهلي بكره ان شاء الله. عايزه اقول لكم ان الاهلي في خلال العشر ايام بعد مباراه بكره عنده ماتشين مهمين جدا مع فيوتشر والالومنيوم. ماتشين برضو هيبقى يعني فرقه فيوتشر عارفينها الفرقه يعني مش قليله. لكن بيراميدز عنده ماتش واحد مع نادي النصر في الكاس. مع احترام النادي النصر، لكن اللي هي مش مباراة تقيلة. نادي النصر عنده مشاكل، ما كانش عايز يلعب المباراة اصلا. فالماتش هيبقى سهل، وما اعتقدش ان فرقة بيراميدز هيلعبوا بالاساسيين، ممكن هيريحوا بعض اللعيبة ويلعبوا بالاحتياطي، لان الماتش مش مهم والماتش سهل يعني. لكن مشوار الاهلي هيبقى صعب شوية. يعني نتمنى في المواسم الجايه ان النادي الاهلي يتلافى التاجيلات الكتير دي، لان التاجيلات دي بتعمل على اللعيبه ضغط كبير جدا في اخر الموسم. واحنا عندنا الموسم الجاي بطولات كتير جدا والموضوع هيبقى صعب. احنا ممكن ناجل الدوري كله بالطريقه دي يا جماعه، وهيبقى في ضغط جامد جدا على اللعيبه اخر الموسم وتلاحم في الماتشات. الموضوع بيبقى صعب جدا، اللعيبه ما بتعرفش ترتاح، ما بتعرفش تاخد نفسها. فاتمنى الموضوع ده يعني يقل شويه. لو في مثلا ماتشات ممكن تكون كل الماتشات طبعا عند الاهلي مهمه، لكن لو في ماتشات في الدوري نحس ان احنا نقدر نلعب بالاحتياطي، نلعب نضم عليهم شويه من الناشئين، عشان نقلل موضوع ضغط الماتشات والتاجيلات على قد ما نقدر يعني، لان الموضوع هيبقى صعب جدا في الموسم الجاي. ومش كل بقى شويه نلحم المواسم في بعضيها، والموسم الجاي في بطولات كتير زي ما قلنا، والموضوع هيبقى صعب جدا على لعيبه النادي الاهلي. بتمنى التوفيق بكره للنادي الاهلي ان شاء الله. والمباراه ديت مهمه جدا، مباراه ب6 نقط. ونستنى بقى جمهور الزمالك وجمهور الاهلي ان شاء الله بكره. اعتقاد يعني ممكن يكون سيناريو خيالي شويه، ان الجمهور هيعمل ملحمه في حب احمد رفعت. مش هيبقى تشجيع بمعنى التشجيع، لكن هتبقى ملحمه في حب احمد رفعت اكتر ما هي تشجيع للفرقتين. نتمنى التوفيق للنادي الاهلي، وشكرا جمهور الزمالك على المسانده. تصبحوا على الف خير.